في اخ كاتب بيقول لو شنودة كان موجود كان هيحصل له حاجه. على فكره بفضل الله كنا شغالين ايام شنودة. انا تقريبا بدات اعمل انتاج تقريبا 2007 2008. وخلي بالكم احنا انا يعني اللهم لك الحمد، يعني انتاجي انا كان قبل السوشيال ميديا اصلا. يعني كان 2007 2006 بعمل انتاج بس مش موجود دلوقتي، مش هتلاقوه. كنا بنرفعه على المنتديات على مواقع وننشره، فالمواقع دي تقريبا كلها اتقفلت، كذا موقع وكذا منتدى. فكان في حاجات كنا فيديوهات صغيره بتاع كنا بنرفعها ونعملها زمان قوي قبل السوشيال ميديا، قبل على التلفزيون كنا بنعرضها. يعني انا فاكر كنا بنعرض على قنوات فضائيه الفيديوهات دي. في فيديوهات تانية في ظهورات العذراء والهولوجرام والحاجات دي، لا دي الفيديوهات دي كنا بنعملها زمان قوي 2006 2007. كنا بنتصل على القنوات المسيحيه، يعني كنت انا بتصل انا وميمو، احنا الاثنين كنا بنتصل ونسالهم وما كانوش بيجاوبوا برضه. يعني انا مره قبل كده فاكر اخونا ميمو وانا اتصلنا على قناه ولسه يا دوب بيقول لك كان عندي بس اضافه في نشيد الانشاد، فيا دوب لسه بيقول ما اجمل رجليك من علينا يا بنت الكريم، البنت المزارعه اوف 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 ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر فخذيك مثل الحلي صنعت يدي صناع، سراتك كأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج، بطنك صبرة حنطة مسيجة بالسوسن، هنالك أعطيك حبي. هذا النص في الترجمة السبعينية بشكل سوري ما سمعتك آخر شيء ناصر.